إيغور بانارين عميد الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية يؤكد أن قناة BBC تلعب دور حصان طروادة في تخريب الشرق الأوسط وتدمير الدول المتحضرة لتقسيم الدول العربية وإدخال عناصر الإرهاب وإشعال فتيل الحروب الأهلية الدموية فيها. مزيد من كشف فبركات التضليل الإعلامي ضد سوريا في التقرير التالي. الجيش السوري لا يرحم، يقتل بدم بارد، سلاحه على الشعب موجه، لا شفقة ولا إنسانية. وعلى ذلك مقاطع الفيديو تدل وتعاد وتعرض. عناصر الجيش السوري ليسوا سوريين ولم تلدهم أمهات سوريات، مغول، بربر، مجرمون، قتلة، بل هم محتلون. من يحاول من السوريين إثبات العكس، أي أن الجيش ابن بلد، قد يعجز لسانه وتتجمد أنامله، فوسائل إعلام الأرض لا شيء يشغلها أكثر من عرض مشاهد لعناصر من الجيش يقتلون، يهينون، يعذبون، فتنعدم بذلك الثقة بين الشعب وجيشه، وهو يراه لا يشبع من إطلاق النار على رجل شبه ميت، كما في هذا المقطع تماما، مصاب على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة، ومع ذلك يأتي هذا الجندي وينهال عليه بطلقات من مسدسه فيزيد موته موتا. ناشطون على الفيسبوك ممن لا شغل لهم سوى البحث والتنقيب على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أجل الدفاع عن وطنهم، عرضوا هذا المقطع الذي عرض على الفضائيات على أنه لجندي سوري يطلق النار على جريح، والذي تم عرضه بتاريخ 7 من أيلول. أتبعوه بعد بحث وتفنيد بهذا المقطع الذي يظهر انشقاق مجموعة مسماة بكتيبة حمزة الخطيب للرد على اعتقال الهرموش، وهي بطبيعة الحال منشقة عن الجيش، وذلك بتاريخ 15 من أيلول. وقام الناشطون بالتنويه إلى هذا الشخص الذي يتصدر المنشقين، وقالوا إن هذا المنشق هو نفسه من كان يطلق النار على الجريح. بهذا انتهى عمل الناشطين، لنتكفل نحن على سبيل زيادة الإيضاح بعملية مقارنة تشريحية بين الصورتين، وذلك على الشكل التالي. هذه الخطوط تقسم الوجهين إلى أقسام للمقارنة بين كل قسم على حدة، من منبت الشعر وحتى قفلة الحاجبين تتطابق المسافتان، وهنا تناظر حرف الشعر عندما يسمى بنشان الشعر، حجم الأنف، الشفة العليا، الذقن. ولمزيد من المقاربة بعملية تداخل بسيطة بين الصورتين تكتمل الصورة. نحن بدورنا لا نحكم في أمر حتى لو اجتمعت في أيدينا الأدلة والقرائن. هذه الصورة كاملة بين أيديكم، والأسئلة لكم والأجوبة لكم. هل هو الشخص نفسه؟ والأهم، هل جيش سوريا الذي أنتجته أمي وأمك، أختي وأختك، وهرمت في الدعاء له جدتي وجدتك، يصدق فيه مثل هذا الكلام؟ وفي المقابل، هذا الذي أطلق النار فعلا على هذا الجريح، وفي نيته قتل لابن بلد من أجل تشويه صورة الجيش، جيش البلد، ماذا يسمى؟ أهو خائن؟ لم نعتد إطلاق المسميات، ولكن في كل الأحوال فلا دين لمسماه ولا وطن.